بتاع حسين سالم والكلام ده كله. احنا برضو عاوزين نبص لقدام اكتر من نبص لورانا. اولا نسيب القضاء ياخد مجراه في كل المساله ديت، لكن احنا عايزين ننتبه اكتر لمستقبلنا ونشوف يعني صياغه الدستور هتتم ازاي. ولكن انا ليا خلافات كبيره في اسلوب حضرتك يا استاذ توفيق، فاسمح لي يا ريت صدر حضرتك يتسع ان انا اقول لحضرتك الملاحظات. قول يا باشا براحتك. اولا حضرتك يعني انا شفت حضرتك في الحلقه ذكرت اسم طلعت السادات اكتر من كام مره، وكانك بتحض الناس ان هو طلعت السادات ده هو المهدي المنتظر. وانا شاكك في مساله حزب مصر القومي دي، ان ده محاوله لاستجماع بقايا الحزب الوطني مره اخرى، ومحاوله للالتفاف على مطالب الثوره. وانا عايز اقول لحضرتك حاجه برضه بالنسبه لبرضه ترشيح حضرتك لرئاسه الجمهوريه، دي مساله انا ليا تعليق عليها برضه. يعني اولا منصب رئيس جمهوريه مصر هو منصب عظيم، لازم يعني برضه يترشح له الناس عظماء امثال الدكتور محمد البرادعي. وانت شايفني سفيه يا استاذ؟ يا استاذ بعد اذن حضرتك من فضلك هتتكلم حضرتك في نطاق الديمقراطيه المهذبه. ما اقصدش انت على دماغي، انما انا مش سفيه قدام حضرتك. لا شكرا يا استاذ. يا استاذ سليمان. لا ما يقصدش يا استاذ سليمان. ما اقصدش بس ما انا بيقول لي هذا المنصب يرشح له العظماء. يعني انا سفيه؟ انت عظيم ونص يعني، لكن هو لا. انا سفيه يا بيه؟ لا ما يقصدش. هو كان هيكمل ويقول لك يعني انه. اتفضلي يا دكتوره ملك. والله يا فندم انا عايزه اقول حاجه. اتفضلي. انتوا بتتكلموا على الفساد وتقنين الفساد في هذا العهد. علشان نعرف احنا رايحين فين وجايين منين، لازم نعرف ان هذا الفساد مقنن من سنة 52، السنة اللي ابتدينا نلغي فيها القوانين ونلجأ للاستثناءات والتزييف بتاع التاريخ اللي احنا لجأنا له. حضرتك علي صوتك شوية بعد اذن سعادتك يا فندم. علي صوتك شوية. انا بتكلم على ان احنا ما بنقولش حتى تاريخنا علشان نتعلم منه صح. احنا الفساد ابتدى من سنة 52 لما لغينا القانون وبهدلنا الدكتور السنهوري واتهزمنا في 56 وقلنا انتصرنا، ثم دخلنا في مغامرات غير محسوبة وبددنا ثروة البلد وانتهت ب 67 اللي كانت بداية الانهيار الرهيب. فأنا برجو ان احنا لما نتكلم على الفساد نتكلم عليه من الأصول، وايه اللي ادى بينا لكده علشان نقدر نطلع من الازمه الشنيعه اللي احنا فيها، لان احنا عايزين اعاده بناء للمجتمع وللناس ودوله القانون الحازمه اللي هي تدي كل واحد حقه من غير تحيز. تسمح لي اعلق؟ ده اللي انا بقصده. طيب الاستاذ سليمان عايز يدخل مع حضرتك في مداخله. اتفضل. بعد اذنك لو سمحت. يعني حضرتك بتتكلمي عن تاريخ الفساد كما لو كان بدأ في 52 على يد جمال عبد الناصر الذي مات ولم يكن يملك سوى 268 جنيه في خزنته، ودي الخزنه اللي فتحتها لجنه من رئاسه الجمهوريه، لجنه جرد. الاستاذ ضياء الدين داوود الذي كان وزيرا للشؤون الاجتماعيه لما اتهم في قضيه الانقلاب في سنه 71 راحت لجنه من النيابه العامه الى بيته، فلم تعثر الا على 7 قلل يا استاذه في بيت وزير الشؤون الاجتماعيه لدى دوله جمال عبد الناصر. الفساد لم يبدا في عهد جمال عبد الناصر. 7 قلل كان فيهم ميه ولا فاضيين؟ فاضيين. بس لو سمحت بس اكمل انا سمعتك. لو سمحت حضرتك بتتكلمي على المغامرات الخارجيه. الان انت دلوقتي المغامرات الخارجيه في افريقيا، واحنا مالنا ومال افريقيا؟ الان انت بنبوس على رجلين افريقيا عشان وبنفكرها بالمغامرات وبالافاضل اللي لنا عليها علشان تدينا ميه. انت بتقولي ثوره اليمن والجيش اللي راح اليمن ومغامرات خارجيه. لولا انه اليمن كانت جمهوريه في ولولا الجيش المصري اللي راح وحارب الانجليزي اللي كانوا في جنوب اليمن، ما كانتش اتفاقيه الفصل الاولى بين القوات هتحصل، وما كانش الطوق الاسرائيلي المضروب حول اسرائيل ما كانش هينفك لولا ان القوات البحريه المصريه راحت في جنوب اليمن وخنقت اسرائيل من الجنوب، واخده بالك، من القواعد البحريه في جنوب اليمن. لا ده نتاج وثمره لتحرير ولا دخولنا لليمن. يعني دخولنا في افريقيا، دخولنا في اليمن، دخولنا في اي مكان. الكلام ده احنا سنه 56 احنا اللي مكننا اسرائيل من المضايق
بالمغامره الغير محسوبه. احنا اممنا مؤامرة ايه؟ واحنا اللي اعتدينا على اسرائيل؟ اسرائيل اللي اعتدت علينا عشان اممنا القناه. يا فندم تاميم القناه، هو انت ترجعي قناه السويس تبقى مغامره؟ كان خطوه غير مدروسه. بص حضرتك، احنا لابد يعني نعمل دراسه وافيه للتاريخ مره ثانيه. هل يا ترى ان انت حضرتك لما اممت قناه السويس استفدت؟ وهل لما دخلت حرب 56 ما كنتش عارف ان احنا ما بتجيبش 7 مليار دولار في السنه؟ يعني انت بعد اذنك يا استاذ سليمان، يعني انت حضرتك شايفه ان قرار تاميم قناه السويس كان خطا يعني؟ اعتقد كده. شفت، لان حضرتك كان عندك ديون، مصر كانت مدينه انجلترا بديون حرب. لو احنا لجأنا للطريق الدبلوماسي وجدولنا الديون دي يمكن كنا وصلنا الى حل. طب احنا دلوقتي حضرتك يا فندم في المشكله الحاليه، لان يعني انا برضو بختلف مع سعادتك في موضوع قرار التأميم. ربما يكون قرار التأميم كان واحدا من قرارات تأميم قناة السويس، يعني كان واحدا من اعظم قرارات عبد الناصر. معلش ادى بينا الى كارثه. احنا كنا هل يا ترى حضرتك